السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا فيديو جديد. الطعمية بقى غليت والأسعار بقت حاجة غريبة بصراحة، واحنا ما نقدرش نعيش بقى من غير طعمية. فهنعملها بقى في البيت بطريقة بسيطة وبسعر أقل طبعا من بره، وحاجة مضمونة ونبقى عارفين احنا عاملين ايه. بس كالعادة يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. انا معايا هنا نص كيلو فول مدشوش، عليه حوالي ربع كيلو حمص، حمص الشام، برضو بليت الحمص مع الفول ليلة كاملة، يعني من بالليل للصبح علشان ايه ابدأ اشتغل فيه. وغيرت ميته طبعا وغسلته. الحمص بيدي طعم للفول حلو للطعمية ما شاء الله، يعني ممكن ربع كيلو، ممكن نص كوباية، يعني المتوفر. نقعتهم حلو من بالليل. هبدأ احط عليهم بقى الخضار. حطيت بصلتين مقطعاهم جوانح كده صغير، وحوالي 5 6 فصوص توم، وحوالي 4 5 فصوص، 4 5 قرون فلفل. ممكن نحط شطة اختياري. ومعايا هنا بقى الخضار، معايا كرات مصري. الكرات المصري أساسي في الطعمية، بتدينا برضو بتدي طعم ونكهة ولون جميل للطعمية. حطيت برضو، انا جايبه الخضار كده كله غسلاه زي ما احنا شايفينه، سايباه الصفة. هاخد بقى حبة، يعني مش كتير، مش عايزة اكتر خضرة جامد علشان برضو الخضرة ايه ما تسمرش معايا الطعمية وتغمقها يعني. فهاخد من كل حاجة كده حبة وهخرطهم. يعني اخدت كام عود كرات، على كام عود كزبرة، على كام عود ايه بقدونس. ما حطيتش شبت، الشبت برضو بيسمر الطعمية، بلاش شبت على الطعمية. يبقى انا كده حطيت بصل، توم، فلفل، كرات، كزبرة، بقدونس. قطعت كل الخضار كده على بعضه وقلبته في الفول طبعا نقعاه وغسلاه كويس. فول على حمص، انا هنا عامله فول على حمص علشان برضو ايه يدينا قيمة غذائية حلوة وطعم كمان حلو للطعمية. هبدأ أفرم بقى في الكبة. ممكن نفرم في المكنة، ممكن نفرم في الخلاط، بس الخلاط بيحتاج مية زيادة شوية علشان ايه طبعا احنا عارفين ان الخلاط ما بيفرمش قوي زي الكبة، بيحتاج مية. الكبة ممكن تفرم من غير مية. فاحنا هنا هنشتغل في الكبة. هفرم وش اولاني. الوش الاولاني كده بيبقى خشن، يعني احنا هنفرم الوش الاولاني كله، الخضار كده بالفول بكله كده هيطلع معايا بالشكل ده كده ايه خشن شويه. هحط له شوية مية. ممكن احط المية في الاول كده زي ما احنا شايفين، او ممكن احط وانا بفرم برضو، يعني وانا شغالة ممكن نحتاج ايه معلقة مية، معلقتين مية كده في المرة اللي بفرم بيها. بزوده علشان ايه يمشي الفول معايا ويتفرم وينعم. وهحط ملح، مش هحط اي توابل ولا اي حاجة خالص غير الملح بس بحطه علشان البصل وريحة البصل والخضار ما يبقاش طعمها او ليها ريحة. يعني الملح هيحفظها. مش هحط ولا كزبرة ولا كمون ولا اي حاجة علشان ما تسمرش معايا الطعمية لما اعينها. هفرم بقى الوش التاني كده لحد ما ينعم معايا. زي ما قلت لكم لو احتاج يعني من معلقه لاتنين ميه كده في المره وانا بفرم، ايه ازودها علشان ايه تنعم معايا وتديني النتيجه الحلوه اللي انتوا شايفينها كده. ما شاء الله الطعميه كده ناعمه وجميلة ومتماسكة، يعني لا فيها مية زيادة ولا هي ايه ناشفة، يعني ما شاء الله. واتفرمت جميلة معايا كده زي ما انتم شايفين في الكبة. طريقتها ناجحة وبسيطة. وشايفين عبيت بقى الأكياس اللي هشيلها في الفريزر. ودي بقية العجينة معايا هقليها علشان تشوفوا برضو نتيجتها معايا. ما شاء الله عايزة اقول لكم نتيجة ناجحة، ويعني وطعمها تحفة. ولا بقى الحوجة للشراء والطعمية لا مش حلوة لا مش عارف ايه، لا الطعمية في البيت عايزة اقول لكم خطيرة وطعمها تحفة. جربوا بقى الطريقة دي في الطعمية، ما شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة كده. شجعونا كده علشان نعمل وصفات تانية معاكم كتير. سلام عليكم.